يعني مش عجب ما خططوا الموضوع البناء يعني يعني ما يعرفون انه عددهم راح يزيد او فيعني اكو مشاكل، اكو تلكؤ يعني. والحل يعني الحل إذا كنا ناس نايمة بالشارع وهذا الثلج وهذا البرد فتشوفهم يعني يعانون، تشوفه تمشي من يمه حتى يعني ماكو حتى لون في وجههم، ماكو مظل من ورا البرد هذا الماينس 30 سالب 30 أو 40. هذا كيف الإنسان يبقى برا؟ وين الإنسان يعني الموضوع؟ الحكومة عندها مراكز إيواء، يعني الموضوع عندهم مو جديد، بس طبعا هاي أغلب مراكز الإيواء مخبطة ومدى تستقبل عدا أنه يعني اللي ناس نايمة بالشارع يعني مو كلها، أكو ناس تعاني من مشاكل نفسية، أكو مدمنين، فإيواهم أصلا صعب يعني. يعني طرحوا هم حلول سريعة للسكن، بيوت رخيصة الثمن، ويعني يعلنون على مجمعات بس كلها يعني تاخذ وقت أو حبر على ورق، ماكو حلول سريعة. لهذا الناس بدأت تترك كندا، يعني أصلا أكو حملات يعني من كنديين إنه يدعون المهاجرين إنه لا يجون بعد يعني أو يهاجرون يرجعون، يعني اللي عنده جنسية ثانية، لأن يقولون إن المهاجرين دي يسببون أزمة سكن، يعني يريدون عدد كندا يقل يعني بعد ما يقدرون يدفعون إيجارات. غريب صراحة. يعني شوف إنه الحكومة تحفز على جلب المهاجرين. يعني أنت تجلب مهاجرين أوكي، غير تجلب مهاجرين توفر له سكن. لو تجلب مهاجر وتخليه بالشارع أو يحير وين يروح، يعني هو بعد المهاجر يتحمل مسؤولية، يعني قراره مفروض يسأل يشوف أخبار، يعني تطلع بالأخبار إنه أكو أزمة سكن، أكو إيجارات غالية، المهاجر مفروض يحسب حسابه، وهم يرجع المهاجر ما يصدق يعني إلا يروح بنفسه يشوف، حب يعني هو يشوف بنفسه. وتبقى بعد يجوز يحالف الحظ، يجوز يلقى عمل راتبه ممتاز. ما نقول إحنا كل المهاجرين يفشلون، نعم، بس عموما هي مو سهلة، يعني تصعب نسب النجاح. حلقتنا اليوم نورس، شكرا لك. طبعا هواي معلومات حلوة بهذا يعني شكرا لانضمامك انه توضيحك هواي امور. شكرا لك، ونكمل حلقاتنا ان شاء الله الجاية مع نورس الكاتب. تحياتنا لك واتمنى لك يوم جميل. اكيد